النهاردة هوريكي ازاي توصلي للبشرة اللي بتلمع واللي شكلها يجنن دي من خلال جلسة تنظيف بشرة تعمليها لنفسك في البيت، وهتوصلي للنتيجة دي بكل سهولة. تقدري تستخدمي نفس المنتجات أو منتجات متوفرة عندك تؤدي نفس الغرض. من غير كلام كتير تعالوا أوريكم أنا ازاي وصلت للبشرة دي بخطوات بسيطة في البيت. يلا بينا. أول حاجة نعرض بشرتنا للبخار عشان نفتح المسام ويكون تنظيف البشرة سهل معانا بأي جهاز موجود عندك، أو ممكن كمان تعمليه في أي حلة بتغلي المية اللي فيها وبعدين تحطيها بعد ما تطفي النار طبعا وتعرضي وشك للبخار. المهم انك تفتحي مسام بشرتك بأي طريقة بالبخار تقدري عليها ومتوفرة عندك، مش شرط خالص الجهاز ده، أصلا الجهاز ده مش حلو قوي، وأنا كمان بفضل استخدم فوطة سخنة وده الأوبشن التاني اللي هوريهولك دلوقتي. وده بقى الاوبشن التاني اللي انا قلتلكوا عليه. دي حاجه كده زي الفوط او المناديل، بستخدمها دايما لوشي. انا هنا بحطها في ميه سخنه مغليه علشان تبقى سخنه قوي، وخلوا بالكم عشان ما تتلسوش. بعد كده هبتدي بقى احط الماسك ده على الانف عشان نشيل معظم الرؤوس السوداء اللي موجوده في الانف. اما للبشره عشان انضف مسام البشره هستخدم الماسك ده. الماسك ده بينقي البشره وبينضف كل المسام، وحلو قوي انك تستخدميه بعد البخار علشان يطلع كل الاوساخ والحاجات اللي موجوده جوه مسامك. طبعا هسيبهم 15 دقيقه وهرجع تاني. بعد ما غسلنا الوش كويس هبتدي استخدم المقشر ده علشان اشيل كل الجلد الميت اللي موجود على سطح الجلد. المقشر ده بالشاي الاخضر وهو مركز مع سانت ايف. بعد كده برضو هرجع تاني بالبخار، هرجع على وشي سواء بالجهاز او بالمنديل ده او الفوطة زي ما تحبوا. بعد كده هستخدم الجهاز ده علشان نشيل كل الرؤوس السوداء والبيضاء اللي باقية في الوش بعد ما نضفنا حوالي 50% منها بالماسك. والجهاز ده طبعا موجود على امازون، ممكن كمان انتوا تستخدموا الابره، بس انا ما بحبش استخدم الابره عشان بتسيب علامات جامده في وشي، فده اخف شويه، وعلى حسب مقدرتكم على حسب الحاجه اللي انتوا متوفره عندكم. انتي عندك جهاز البخار هتفضلي معرضه وشك للبخار اثناء الخطوه دي. لو ما عندكيش كل شويه كده بالفوطه او بالمنديل انتي بتعملي بيه، ارجعي خلي وشك يسخن تاني كل ما تحسي ان المسام قفلت. ما تنسيش طبعا تعقمي الجهاز وتخليه جاهز للمره اللي بعد كده. بعد كده هستخدم الجل ده جل الحلزون زي ما بيقولوا عليه، او ممكن كمان جل الصبارة او اي نوع جل كريم يكون عندك تكوني بترتاحي عليه وبتحبي تستخدميه. انا بحب استخدم ده دايما مع الشيفنج، وهبتدي اعمل بقى شيفنج للوش، ويعني بيسهل عليكم الدنيا قوي لما تحطوا جل علشان ما بيخليش اي حاجة تحصل جروح او احتكاك جامد مع البشرة، وخصوصا ان احنا لسه عاملين لها تنظيف عميق فمش عايزين انها تلتهب معانا، فاستخدام الجل هنا ضروري. ودلوقتي بقى خلصنا خطوة الشيفنج، هغسل وشي بمية فترة وارجع لكم تاني. لو ملاحظين الفرق وش نور جدا، هبتدي بعد كده احط الماسك ده. الماسك ده ماسك بابلز كده، اي شيت ماسك عندك يهدي بشرتك ويكمل عليها في التنظيف والترطيب استخدميه. انا بحب الماسك ده جدا لانه هو بينظف وفي نفس الوقت بيعمل ترطيب جامد. بصوا شكله اتغير ازاي كده بعد 15 دقيقة. ودلوقتي كمان هحط ماسك تحت العين علشان ندي ترطيب للمنطقة دي اكتر، ومش عارفة ليه الماسك طلع لي فيه 3، يعني عندي 3 عيون ولا ايه. وهنا كمان حاجة اكسترا بقى عشان العيد كده، فهنحط ماسك كمان للشفايف.
بعد فقرة الساحر دي هنشيل كل الماسكات دي. انا كنت سبتها على وشي حوالي 15 دقيقة، سيبيها على قد ما انتي تقدري، وهبتدي بعد كده اشيلها واعمل السكين كير بتاعي. اول حاجه في السكين كير انا بحب احمي مناطق اللي فيها حبوب او اللي ممكن يطلع فيها حبوب بهذا الكريم الرائع. الكريم ده اسمه اكني فري وبجد رخيص وتحفه جدا. بحطه على كل منطقه، يعني محتمل كده الواحد اما بيطلع له حبايه بيبقى عارف ان هو طالع في الحته دي بتكون فيها بدايات كده، فحطيته على كل الاماكن اللي ممكن يطلع فيها حبوب. وبجد الكريم ده ساحر ولازم كلكم تجربوه، رخيص جدا وموجود طبعا في كل الصيدليات. اسمه اكني فري. بعد كده هستخدم سيرم النايسيناميد مع الزنك ده. السيرم ده بعد استخدامي ليه حوالي 3 شهور هو فعلا سيرم ممتاز، بيحسن شكل البشرة وبيقلل ظهور الحبوب، وتأثيره على البشرة حلو جدا. هنحط كده نقط خفيفة جدا، وعشان انا حطيت كريم على الحبوب فما بيجيش عليها اي حاجة، وهي دي الميزة ان انت تحطي كريم الحبوب الاول. بعد كده احط السيرم ده. السيرم ده حاجة ماركة اسمها افنت، وهو بالهايلورونيك اسيد. سيرم خفيف قوي على البشرة ولكن تأثيره برضو حلو قوي. وبرضو هحطه بعد النياسيناميد كده على الوش. ممكن تحطوا اي سيرم انتوا بتحبوه، مش لازم نفس الخطوات ولا نفس الماركات. بعد كده حطيت سيرم تاني اللي هو ده الهايلورونيك اسيد من The Ordinary. برضو انا حطيته عشان هو المتوفر عندي، بس اي سيرم عندك انتي بتستخدميه يفي بالغرض يعني. ودي فرصة كويسة لان بشرتنا يعني نظيفة والمسام مفتوحة نوعا ما، فان احنا نديها كل السيرامات اللي هي محتاجاها، دي حاجة حلوة. بعد كده هستخدم الكريم بتاع العين ده. الكريم ده من ريفوليوشن بالافوكادو، وهبتدي احط كمية كويسة تحت العين عشان اعمل اعلى ترطيب ممكن اقدر عليه. يوم تنظيف البشرة انا بحب اعمل جلسة ديرمابان علشان بقى اخد الماكسيمم من كل الحاجات دي، بس ما بحبش اعملها في نفس يوم تنظيف البشرة، لكن تاني يوم. بعد السيرامات دي كلها هنستخدم كريم ترطيب عادي، فانا بستخدم سيرافي وبحط منه كمية كويسة بقى، وببتدي كده اعمل مساج للبشرة وادخل كل الكريم. وطبعا زي ما قلت لكم اماكن اللي فيها كريم الحبوب ما جيتش عليها باي مرطبات خالص، وده بيكون افضل شيء. بعد كده هستخدم خطوة اللي هي خطوة الزيت، ده زيت الحشيش. ماركة دي اسمها إيزانا، وهو بصراحة ممتاز جدا، بيمسك بقى كل الترطيب اللي احنا عملناه في الوش ده ويحبسه جوه البشرة ويخليه يعني ما يفلتش مننا، ونستفيد بكل المرطبات والحاجات اللي احنا عملناها. الزيت ده حلو قوي، ما طلعليش اي حبوب، بقالي شهور بستخدمه وممتاز. والزيت التاني برضو اللي تقدروا ان انتوا تجيبوه اللي هو بتاع هدى بيوتي، بس ده خلصان من عندي، اللي هو الروز هيب اويل، حلو قوي قوي برضو، كنت بستخدمه قبل ده وكان نتيجته ممتازة. بعد كده احط الماسك بتاع الشفايف. ودلوقتي بصوا الحركة دي هنعمل كده مساج بقى للبشرة بعد كل المنتجات اللي احنا حطيناها عليها. الخطوة دي اختيارية بس بتعمل ريلاكسيشن رهيب. الأداة دي أنا جايباها من أكشن، وهي طبعا متوفرة في كل مكان دلوقتي ومنتشرة جدا. بتبقى ساقعة كده وبتخلي الوش مسامه تقفل ويرتاح وتحسي بريلاكسيشن تحفة قوي بعد ما تستخدميها. وفيها ناحية صغيرة كمان لتحت العين. ودي كانت نتيجة السكين كير بتاعنا النهاردة، نتيجة ممتازة وبتاخديها في الصالونات، عملتيها في البيت. ما تنسيش تشتركي في القناة لو عجبك الفيديو، تعملي لي لايك. وكل سنة وانتم طيبين. ولو عايزين تشوفوا جلسة الديرمابان هتلاقوا اللينك تحت في الديسكريبشن. باي باي.